واش محمد وهبي غادي يقدر يبني منتخب مغربي أقوى من جيل مونديال قطر؟ هاد السؤال هو اللي داير الجدل دابا، خصوصا بعد أول حصة تدريبية خاضها المنتخب المغربي في مركز محمد السادس بالمعمورة استعدادا للاستحقاقات الجاية وعلى رأسها مونديال 2026. الأجواء في التدريب كانت مختلفة بزاف، تركيز كبير، انضباط وحماس واضح من اللاعبين باش يقنعوا المدرب الجديد محمد وهبي. اللاعبين وصلوا للمعسكر وسط ترقب جماهيري كبير، والجميع باغي يعرف شنو غادي يتبدل بعد مرحلة وليد الركراكي. حسب التقارير الحصة التدريبية الأولى دامت تقريبا ساعة ونص، وتركزت بزاف على استرجاع اللياقة البدنية وتمارين الكرة السريعة، مع اعتماد وهبي على الضغط العالي والخروج السريع بالكرة. واللي شد الانتباه أكثر هو الطريقة اللي كان كيتواصل بها محمد وهبي مع اللاعبين. المدرب بان حازم بزاف، ولكن في نفس الوقت قريب من اللاعبين وكيحاول يخلق أجواء عائلية داخل المنتخب. بزاف ديال المتابعين شافوا أن وهبي باغي يبني شخصية جديدة لأسود الأطلس، تعتمد على السرعة والقتالية والانضباط التكتيكي. وما ننسوش أن الجماهير المغربية دابا عندها طموحات كبيرة بزاف، خصوصا بعد الإنجازات التاريخية اللي حققها المنتخب في آخر السنوات. أي مدرب جديد غادي يكون تحت ضغط رهيب، ولكن محمد وهبي كيبان واثق من المشروع ديالو. التقارير كذلك أكدت أن التدريب دازت في أجواء إيجابية بزاف، واللاعبين بان عليهم الانسجام والرغبة في إثبات الذات قبل المباريات الودية القادمة. السؤال اللي كيبقى مطروح دابا، هل محمد وهبي غادي ينجح في صناعة منتخب مرعب جديد؟ ولا الجمهور المغربي غادي يبقى يقارن أي مدرب بوليد الركراكي؟ اكتب لنا في رأيك في التعليقات، واش متفق مع اختيار محمد وهبي؟ وما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب باش يوصلكم كل جديد ديال المنتخب المغربي وأخبار أسود الأطلس.